السلام عليكم وتحية طيبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحوال جيدة. اليوم اخترت أن نشارك معكم جوج ديال المواضيع غاية في الأهمية. الموضوع الأول يتعلق بقرار البوليزاريو الدخول في الحرب إلى جانب إيران. غنشوفوا المنعطف الخطير الذي دخلته هذه الحركة الإرهابية. والموضوع الثاني بطبيعة الحال يتعلق ب عبد المجيد تبون ممثل نظام دولة العسكر، وهو يتخلى عن دول الخليج في محنتهم الأخيرة بعد وعود مزيفة وكاذبة. يعني تابعناها من خلال الإعلام الجزائري عن علاقات طيبة مع دول الخليج. اليوم غادي نشوف كيف أن الجزائر تتخلى عن الأشقاء والإخوة الخليجيين لصالح دولة الملل. هذه المواضيع كلها إلى جانب مواضيع أخرى غنطرقوا لها بعد الفاصل. قبل ما ندخل في هذه المواضيع ما تنسوش ابداء الاعجاب، كتابة التعليق، بارطاجيو على ما تستطيعون فضلا وليس امرا. اذا الكل تبعت الاحداث الاخيره، هذه المواجهه العسكريه بين الولايات المتحده الامريكيه والدوله العبريه من جهه ودوله الملالي من جهه اخرى. ما ندخلش في تفاصيل وحيثيات هذا الصراع، ما غاديش نقوم باي تحليل. ربما غنديروا شي مباشرات اللي ممكن تكلم في هذا الموضوع بإسهاب. العنوان الأبرز وهو أن الدولة العبرية ودولة الملالي هم في صراع وتنافس عن القيادة والريادة والسيادة في منطقة الشرق الأوسط. إذن بالنظر لما تقوم به إيران اليوم من هجمات أو ردود فعل على ذلك الهجومات التي تعرضت لها مؤخرا من الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية، دولة الملالي قامت بقصف واحد المجموعة ديال الدول الخليجية، لم تستثني ولا دولة خليجية واحدة. هناك من يتفق مع هذا التوجه وهناك من يختلف معه. كيف ذكرت أنا لن أحلل يعني مواقف دول الخليج في هذا الفيديو أو الأهداف ديال دولة الملالي، ولكن ما يهمني هناك مغربي هو الموقف ديال ديك الحركة الإرهابية، حركة البوليزاريو، وهي تستعد للدخول في هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والدولة العبرية. الكثيرون سوف يتساءلون كيف ولماذا. احنا كنعرفوا العلاقة الوطيدة بين البوليزاريو، وهذا وفق تقارير متعددة، علاقتها بحزب الله، علاقتها بملل إيران اللي كيسلحوا البوليزاريو وكيدربوهم. وهذا الشيء ما خفاتوش دولة الملالي، ما خفاش أعضاء قياديون من حركة البوليزاريو. بل أكثر من ذلك، ما كان يعرف بالملحق الثقافي السفارة الإيرانية في الجزائر أمير موسوي يعني استقبل قيادة البوليزاريو أكثر من مرة وحضر تظاهرات ديالهم. والأمر لا يخفى، هناك أيضا تسريبات لحضور مجموعات ديال العسكريين البوليزاريو وزيارتهم لبيروت، وحضروا تدريبات اللي أشرف عليها قياديون من حزب الله. فالأمر لا يخفى على أحد. حزب الله اللي في الساعات القليلة الماضية أدخل لبنان في هذه المواجهة، وقام بإطلاق واحد المجموعة ديال الصواريخ على الدولة العبرية. وإحنا كنعرفوا بأن الشعب اللبناني والدولة اللبنانية صراحة منهكة، دولة لم تعد لها من مقومات الدولة إلا الاسم، إلا أن هذا حزب الله ذراع إيران في المنطقة لا يكترث للشعب اللبناني ولا يكترث للدولة اللبنانية، وإنما هو ينفذ الأجندة ديال الدولة الإيرانية، دولة الملالك. شوفوا كيفاش أن حزب الله انخرط في هذه الحرب، وعلى شكلته الحوثي في اليمن. وبطبيعة الحال أنا لا أستبعد أننا غنسمعوا
أن حتى العراق سوف يجر إلى هذه المواجهة، لأن دروع إيران أيضا موجودة في العراق، الحشد الشعبي وغيرهم. فمن الدروع إيران في المنطقة العربية البوليزاريو في شمال إفريقيا. وهناك تقارير تتحدث أن إيران بعدما قررت إغلاق مضيق أو معبر هرمز تريد التلاعب بأمن الملاحة البحرية في الأبيض المتوسط، وخصوصا في شرق الأبيض المتوسط. وشكون هو هذا الذراع الإيراني اللي سيكلف بهذه المهمة؟ هي البوليزاريو، لأن البوليزاريو عنده واحد التاريخ. ما ننساوش بأن البوليزاريو قامت في ثمانينيات القرن الماضي اغتيال واحد 300 بحار إسباني. هذا الأمر هذا راه موثق وموجود، تحدثت عنه واحد مجموعة ديال وسائل التواصل الاجتماعي باعتراف أيضا ساسة إسبان. وهناك مطالب داخل إسبانيا لعديد الجمعيات الحقوقية لتصنيف هذه حركة البوليزاريو كحركة إرهابية بالنظر لهذه الأعمال الإجرامية التي قامت بها في السابق. فهي عندها تاريخ، حركة البوليزاريو عندها تاريخ وعندها ولاء وعندها انتماء لأجندة الملالي. فمن المتوقع أن البوليزاريو قد تقوم في هذه الأيام القليلة القادمة، إن لم تكن الساعات القليلة القادمة، بعمل متهور في الأبيض المتوسط، وهذا تماشيا مع سياسة دولة الملالي في الوطن العربي. دولة الملالي بطبيعة الحال لمنذ عقود طويلة، وما كان دورها إلا هداما لكل ما هو عربي، ولي شعار القومية العربية، ولي شعارات الوحدة العربية والأمن العربي أيضا. ما ننساوش بأن دولة الملالي بقيادة الخميني هي أول من جر العرب إلى حرب استنزاف طويلة نتائجها احنا كندفعوا الثمن ديالها إلى هذا اليوم، حرب 8 سنوات مع العراق آنذاك. ولا زالت دولة الملالي هي السبب اللي كيخلي دول الخليج تتعاقد مع الولايات المتحدة الأمريكية وكتفتح لها قواعد عسكرية داخل الدول العربية، لأنهم لا يأمنون شر هذا النظام الإيراني المتوحش. وبطبيعة الحال ملي كيكونوا جوج ديال القوى في منطقة واحدة عندهم مطالب توسعية، فأظن بأن المنطقة لن تتسع لهما مع بعض، وخص واحد يحيد الآخر. وهذا الشيء اللي كنشوفوه اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت العناوين مختلفة كل يجد له مبرر من المبررات. الدولة العبرية عندها مطامع توسعية، وبطبيعة الحال دولة الملالي أيضا عندها مطامع توسعية، وما يمكنش أنهم يبقوا بجوجهم في نفس المنطقة. إذن خطر كبير يهدد شمال إفريقيا، يهدد الأمن المغاربي بوجود هذه الحركة الإرهابية، هذه الحركة التابعة لملالي إيران. وهذا الكلام رحنا تكلمنا عليه في أكثر من مباشر. إذن هذا هو المنعطف الخطير اللي دخلته حركة البوليزاريو بالنظر لاستشعارها بأن القضية ديال الوحدة الترابية للمملكة المغربية قد حسمت، وبأن البوليزاريو ستصبح في خبر كان، وبأن تصنيفها كحركة إرهابية هو مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، وبأن هذه الحركة اليوم تحاول يعني أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، لأن الأمل الأخير اللي بقى البوليزاريو هو أن تظل إيران محكومة من الملالي. إذن على شاكلة حوثي اليمن وحزب الله لبنان، بوليزاريو الجزائر يريد الانخراط في هذه الحرب من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. الموضوع الثاني هو المتعلق بتبون، اللي صراحة سقط عن وجهه القناع. نظام دولة العسكر لما لمدة طويلة ولسنوات طويلة هو يتكلم عن الوحدة العربية ونصرة القضايا ديال الأمة وإلى آخره.
بل أكثر من ذلك. في آخر حوار خرج فيه تبون كيتكلم على أن عنده علاقات طيبة بالكويت وبالمملكة العربية السعودية وبقطر. واليوم كنشوفوا نظام الدولة العسكرية يتقاعس عن إصدار حتى بيان من أجل التنديد بالهجومات اللي تعرضت لها دول الخليج من قبل ملالي إيران. نظام دولة العسكر على شاكلة البوليزاريو كنعرفوه بأنه نظام حليف ومتعاون وعميل لملالي إيران، لا لشيء إلا لأن إيران كتناصر نظام دولة العسكر في مخططه الجهنمي، مخطط تقسيم المملكة المغربية. ولاحظوا معي بأن نظام دولة العسكر بدأ يفقد كل حلفائه عبر المعمور. فنزويلا مشات، كولومبيا مشات، سوريا مشات، إيران في الطريق، جنوب إفريقيا أيضا في الطريق. فنظام دولة العسكر اليوم بدأ وحيدا منبوذا معزولا إقليميا وعربيا ودوليا. هذا النظام العسكري المجرم الذي تقاعس وجبن عن إصدار بيان يندد فيه بما قامت به دولة الملايين من الهجومات على دول الخليج، كيفضح هذا النظام وكيخليه فعلا يبان على حقيقته، ويبان لكل من له في شك أو ذرة من شك بأن هذا النظام يناصر قضايا الأمة العربية الإسلام بأنه نظام عميل وظيفي كل همه هو تقسيم المملكة المغربية لا أقل ولا أكثر. اليوم هذا النظام العسكري الجزائري الجبان الذي جبن عن إصدار بيان تنديد، أولا لأنه خايف من ترامب، خايف من لاله أمريكا، خاف مما يسميه بالكيان الصهيوني، ما يقدرش يندد بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النظام أصوره اليوم كنظام النعامة، مخبي راسه في الرملة، لا هو قدر يندد بالهجومات اللي كتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، ولا استطاع أن يندد بالهجمات التي تقوم بها إيران على دول الخليج، ولا استطاع أن يتضامن مع دول الخليج بالنظر لديك الهجومات التي تتعرض له. وشوفوا نظام دولة العسكر المنحوس في أي مأزق هو اليوم موضوع. وهذا من بركات الله سبحانه وتعالى وبركات المغاربة وبركات المملكة المغربية، أرض أولياء الله الصالحين وحفاظ القرآن الكريم وأرض إمارة المؤمنين. نظام دولة العسكر المنحوس ذاهب إلى الهوية، وما يؤسفني هو أنه يجر معه شعبا جزائريا مسكينا مغفلا ومغيبا عن ما يحدث في جواره. نظام دولة العسكر إلى الجحيم هذا لا يهمني، وإنما ما يهمنا هو مصير هذا الشعب الجزائري المسكين. لاحظوا وحاولوا تقرأوا بيانات البائسة للخارجية الجزائرية التي تخرج خارج السرب خارجية الجزائر. أحمد عطاف تمخض فأنجب فأرا، تمخض فأنجب فأرا. خرج واحد بلاغ يتحدث عن خلية أزمة لتتبع الوضعية ديال الجزائريين الموجودين في هذيك الدول، اسمها الدول حتى لا يسميها بالاسم في الدول المعنية. وحنا كنعرفوا قيمة الإنسان الجزائري خارج الجزائر لا أحد يسأل عنه، وإن كانت أيضا قيمته داخل الجزائر أقل من ذلك بكثير. إذن الإخوة والأخوات أكتفي بهذا القدر. تحية طيبة وإلى فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.